يسعد لي أوقاتكم بكل خير. بدنا نعمل اليوم مع بعض وصفة المعكرونة بالبشاميل. بالبداية بعتذر على صوتي شوي تعبان. عندي لحم مفروم، بصلة، بندورة، فينا نحط دبس البندورة وفينا البندورة براحتكم. الفلفل الحدي اختياري والموزاريلا اختياري. عندي طحين وزيت لازم يكونوا نفس المقدار، وعندي حليب. هون الحليب عندي كوبين، رح يلزمنا أكتر ممكن نضيف مي أو حليب. أول شي رح أسلق المعكرونة، رح أضيف عليها مي مغلية ورح أحطها على النار. ما رح أضيف لها ولا شي غير الملح رجاء لا تحطوا لها زيت إذا بدكم إياها تكون هيك ملغمة بالبشاميل. بسمي بالله على طواية سخنة رح أضيف اللحمة ورح أقليها مع الزيت. بدي أحمسها منيح، ولما تبلش تحمس هيك مظبوط بدي أضيف لها البصلة تكمل سوى معها، والفلفل الحار إذا أنتم فضلتوا تحطوا. البهارات هي فلفل أسود مثل ما انكم شايفين، معلقة ملح ونص معلقة صغيرة كمون. بعرف إنه نكهته قوية وأنا شخصيا ما كتير بفضل حطه بالطبخات، بس معكرونة البشاميل باللحم كتير بيلبقلها وما رح يبان. عندي البندورة ودبس البندورة، فيكم تختاروا وحدة بس، يعني إذا مو متوفرين بتختاروا يا دبس بندورة يا بندوراية. رح نقليهم كتير منيح، بدي اياهم يستووا على الآخر. طفلون فنجان مي وهلأ بغطيهم لحتى يستووا على الآخر لبين ما جهز البشاميل. فنجان أو نص كوب من الزيت، نفس العيار طحين. رح نحركهم مع بعض على نار هادية لمدة دقيقتين تقريبا، ما بدنا لون الطحين يتغير. عندي معلقة خضار أو بديل الماجي. رح أضيف الحليب هلأ، هدول كوبين من الحليب. لنص كوب طحين ونص كوب زيت بدنا تقريبا 4 أكواب من الحليب. هدول كوبين ورح أضيف كوبين. لاحظوا كيف القوام تقيل، لا تخافوا أبدا، المهم النار تكون هادية. هاي المي اللي عم ضيفها هي بدرجة حرارة الغرفة، ما أنا مغلية. تسموا بالله ولا تخافوا أبدا، بس حركوا على السريع وما رح يتكتل معكم أبدا. لا ماما ما خالي حليب. لاحظوا القوام اللي وصلنا له، هاد قوام البشاميل الأساسي. أنا بفضله بقى أمرق من هيك شوي، إذا التزمنا بهاي المقادير شوي رح يكون سميك عنا. شوفوا أنا ضفت تقريبا نصف فنجان، يعني صار المجموع 4 كاسات ونص مي. أكيد لا تضيفون مرة واحدة، بدنا نضيف بالتدريج. وهلأ رح نطبق الصينية معكرونة وحشوة ورح أضيف فوقهم البشاميل. لاحظوا كيف القوام، إذا المعكرونة امتصت شوي من السوائل رح يضل القوام طيب ورغن، ما رح تكون قاسية هيك مثل سبط الباطون. بتمنى من قلبي إنكم تجربوها وتعجبكم، وبتمنى من كل قلبي إذا هلأ عم تتابعوا تتابعوني، تحطوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. وشكرا كتير لمتابعتكم. بدنا نرش رشة موزاريلا وهي اختياري. هون فيكم تحطوا أي نوع جبنة انتو بتحبوه، بس ما تكون نكهته قوية مشان ما تغير طعم البشاميل. رح أضيف باقي الحشوة. جربوها بهالتكنيك، بوعدكم كتير رح تعجبكم. رح أفرد مظبوط ورح أضيف طبقة تانية من المعكرونة. لاحظوا للطبقة اللي فوق ضفت فنجان مي كمان وسقيتها ودخلت على فرن حامي 180 لمدة نص ساعة وممكن أكتر. رشة جبنة على الوش. شموا هالريحة وذوقوا وانبسطوا. شوفوا على الألوان ما ألذ ومأطيبة، ما بتتخيلوا شو بتعمل جو بالبيت. إذا وصلت لهون فشكرا على حسن المتابعة، وبتمنى تجربوها وتعجبكم. شكرا.